عطني إذنك، بكلمك عن نجوم فوق العادة، بكلمك عن الفوز، عن طعم وإحساس الفوز وفرحة الفوز وفرحة الانتصار. وهو مو بأي انتصار، هو انتصار العزيمة، انتصار التألق القطري في هدوء وإبداع وثقة وحب. شباب الأدعم لعبوا كل مبارياتهم في أرض غير أرضهم، ومهم فقط غير أرضهم، إنما في أرض غريبة بعيدة عن جمهورهم اللي يآزرهم. وللأسف لا لقوا حضن ولا لقوا أهل، ولكن شفنا التحدي والحماس وحب قطر اللي ساكن بقلوبهم. شباب قطر بكل إخلاص وبالثقة بالله وبأنفسهم ودعوات هالقطر الأوفياء الأنقياء استطاعوا أن يقدمون أنصع صورة للكرة القطرية. فكل الشكر لكم يا فخر قطر، فرحتونا بانتصاراتكم العظيمة والمميزة. وخلوني أرفع العقال لكل من يقود هذه المنظومة الشبابية المبدعة على كل الساحات، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها الكثير. ولما نذكر هذه المنارات فلا بد أن نذكر معاها سمو الشيخ جاسم بن حمد بو فهد، اللي عمل من الثقافة منارة للوطن العربي عبر بوابة كتارة، واللي صنع من الكرة فخر وعزز بدعمه الدائم وحضوره الجميل بصمت وهدوء وبصبر أنجز الإبداع. ما قصرتوا يا شباب، وصدقوني لو ما جبتوا البطولة ما نزعل، يكفينا شرفا إننا كسبنا رجال.